انا في نغمه طالعه كده اليومين دول بشوفها على السوشيال ميديا كتير. النغمه دي خنقتني وبطلت اخش اتفرج على الكومنتات والبوستات بسبب القرف اللي بقيت بشوفه. انا لما اخش في لعيب السنه اللي فاتت هو هداف الدوري بتاعي وجاب لي الدوري، وفي عز ما الدوري اصلا كان ضايع منه، كان بيخلص ماتشات بكرات ثابته وكان بيخلص ماتشات من كور ما تجيش من ربع فرصه، ويجي السيزون ده يتصاب، وبعد ما يتصاب يرجع من الاصابه فما يبقاش محالفه التوفيق. فانت تيجي تقول اصل اسامه ابو علي بقى وحش وجراديشير يركب عليه واسامه ابو علي يقعد على الدكه، واصل ده دنماركي ومش دنماركي وتقعد تعمل لا 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 فكك. اسامه ابو علي ده والله ما هنشوف زيه تاني. ده بروفايل وده بروفايل. ده يعني جراديشار واسامه ابو علي بيفكروني بايام متعب وفلافيو كده، واحد بينزل ويحضر ويستلم والتاني خطاف. مش جايه معاه هتيجي معاه، اسمع مني. ووسام مجرد ما ابتدى يدخل اجوان هيركب على اي حد. اما بالنسبه لجراديشار معلش ده لعيب في 8 ماتشات مساهم ب8 اهداف، يعني كل ماتش يعني جول، سواء اسيست سواء او جايب، يعني هو اللي جايب الجول، غير بقى ضربتين الجزاء اللي هو اتحصل عليهم. يعني فعلي هو مشارك ب10 اهداف في 8 ماتشات. فمفيش مقارنه، الاتنين يكملوا بعض. احنا كنا بنتشحتف على واحد، لما ربنا كرمنا بقى معانا اتنين هجامين قد الدنيا بتتبطروا على الشيء معاكم السنه اللي فاتت بطوله. لا مش طبيعي، يعني مش طبيعي. اما بالنسبه لفاكهه الانتقالات، لواحد من احسن الصفقات اللي حصلت من ايام علي معلول، بن شرقي. كلمتين ملخص بن شرقي، الراجل ده جه عرى كل اللي حواليه. فالدنيا كلها هتقوم على الثلاثه دول، وظف صح هتكسب صح.